فيلمنا بيبدأ في الهند سنة 1914 مع طفلة اسمها سارة، وهي بتتكلم مع والدها جون وبتحكي له عن قصص الأميرات، واللي بتسأله بعدها إذا كان ممكن إنها تبقى أميرة في يوم من الأيام. وساعتها بيقول لها باباها إن أي بنت ممكن إنها تبقى أميرة، وإنها تكون أي حاجة هي عايزاها مادام هي بتحلم ومؤمنة بحلمها. ولكن بعدها بيظهر على سارة الحزن، وبنعرف إنها هتسيب الهند وهتسافر لأمريكا، وده لأن والدها هيكون في إنجلترا أثناء الحرب ومش هيقدر إنه يهتم بيها. وبيحاول باباها إنه يواسيها إنها فترة صغيرة وهيرجع لها مرة تانية، وبيحمسها أكتر لما بيعرفها إنها هتدرس في نفس المدرسة الداخلية اللي كانت والدتها فيها وهي صغيرة. وفي تاني يوم بتركب سارة هي وباباها المركب وبيتحركوا سوا على أمريكا، وأثناء كلامهم بيديها جون سلسلة فيها صورة مامتها، واللي بتفرح بيها جدا سارة، وبتسأله عن أكتر حاجة كان بيحبها في مامتها. فبيقولها جون إنه كان بيحب جدا الرقص معاها، وبيمسك إيدين سارة وبيبدأ إنهم يرقصوا سوا على المركب وبيستمتعوا بوقتهم. وساعتها بنلاحظ شخص هندي معاهم على المركب، وبيظهر عليه إنه بيراقب كل تحركاتهم. وبعد فترة كبيرة في البحر بيوصلوا أخيرا لمدرسة سارة، وبيقابلوا مديرة المدرسة واللي بيكون اسمها مس مينشن، واللي بيظهر عليها إنها شخصية متحكمة، وإنها بتهتم جدا بمواعيد وقوانين المدرسة، وبتعاقب أي شخص بيفكر إنه يخالف أوامرها. وبتاخدهم مس مينشن جولة في المدرسة، واللي بتبلغ سارة بمواعيد دروسها كل يوم. وبتبقى سارة متوترة جدا من التغيير اللي حصل في حياتها، وعشان كده بيطلب جون من المديرة إنه ينقل كل حاجة كانت في أوضة سارة في الهند لأوضتها في المدرسة، وده علشان تحس سارة كأنها في بيتها وتقدر إنها تتأقلم على حياتها الجديدة في المدرسة بشكل أسرع. فبتوافق المديرة وبتودع سارة والدها للحرب وهي حزينة على فراقه. وقبل ما بيمشي بيديلها جون عروسة جديدة هدية وبيسميها إيميلي، وبيطلب من سارة إنها تهتم بيها وإنها تحضنها كل ما تحس إنها مفتقداه أو إنها تفكر فيه. وفي تاني يوم بتتأخر سارة على الفطار، وده لأن أول يوم ليها في المدرسة، فبتحذرها مس منشن إنها تتأخر مرة تانية واللي هتضطر وقتها إنها تعاقبها. وأثناء كلامهم بيوصل مدرس اللغة الفرنسية واللي بتعرفه مس منشن على سارة، وبتفاجئهم سارة ساعتها لما بتبدأ إنها تتكلم مع المدرس بالفرنساوي بشكل كويس جدا، لدرجة إنه بيقول لها إنها مش محتاجة إنها تتعلم منه. وساعتها بنلاحظ ضيقة وغيرة من مس منشن من تصرفات سارة، وبتسيبهم وبتمشي. وأثناء الفطار بتلاحظ سارة إن في بنت صغيرة هي اللي بتقدم لهم الأكل، فبتستغرب جدا ولكنها بتشكرها على مساعدتها. وساعتها بتتعصب عليها مس منشن من تصرف سارة، وبتحذرها إن مش مسموح ليهم الكلام أثناء الأكل، وإنها مش المفروض إنها تشكر البنت وده لأن دي وظيفتها. وبيجي معاه درس الرياضة واللي بتسأل مس منشن كل الطلاب عن جدول الضرب، ووقتها بنشوف بنت منهم وهي بتجاوب غلط، فبتزعق لها مس منشن وبتفضل تهين فيها لحد ما بتنهار البنت وبتبدأ إنها تعيط. وبتتضايق وقتها سارة جدا من طريقة مس منشن في تعليمهم، وبتبقى مستنية اليوم اللي باباها يرجع فيه من الحرب علشان يرجعوا للهند مرة تانية بعيد عن مس منشن. وفي تاني يوم بتصحى سارة على صوت بنت اسمها لوتي وهي بتعيط، وبتحاول المربية إنها تهديها بأي طريقة لكنها بتفشل. وبتعرف سارة إن لوتي بتعيط بسبب وفاة والدتها وإنها مش هتقدر إنها تشوفها مرة تانية. فبتحاول سارة وقتها إنها تهديها، وبتقول لها إن هي كمان فقدت مامتها وأختها في حادثة وهي صغيرة، وإنها ما شافتهمش من مدة كبيرة، ولكنها دلوقتي واثقة ومتأكدة إنهم بيقدروا يشوفوها ويسمعوها طول الوقت وهم في مكان أحسن وهي الجنة. وساعتها بتبدأ لوتي إنها تهدى وبتقتنع بكلام سارة، وبيقعدوا يتكلموا سوا وبيستمتعوا بوقتهم. وأثناء كلامهم بتشوف سارة البنت اللي بتقدم لهم الأكل قدامها، فبتسأل لوتي عن اسمها وسبب منعهم من الكلام معاها. فبتعرفها لوتي إن اسمها بيكي، وإن ميس منشن بتحذرهم من التعامل معاها دايما، وده لأنها من الطبقة الفقيرة في الهند، وده لأن بشرتها سمراء. فبتتضايق سارة من عنصرية ميس منشن جدا في تعاملها، وبتقرر إنها تروح لأوضة بيكي بنفسها علشان تتعرف عليها. وبتتأثر سارة لما بتشوف بيكي وهي رجلها وارمة بسبب تعبها وشغلها طول اليوم، فبتحاول وقتها إنها تتكلم معاها علشان تخفف عنها، ولكن بترفض بيكي وبتطلب منها إنها تخرج من أوضتها فورا قبل ما ميس منشن تشوفها وتعاقبهم. ولكن على الرغم من ده بتقرر سارة إنها تفرحها، وفي تاني يوم بتسيب لبيكي جزمة جديدة هدية في أوضتها واللي بتفرح بيها بيكي جدا. وفي يوم بيتجمع الأطفال في درس قراءة القصص والروايات، وبيبقوا حاسين بالملل وهما بيسمعوا نفس القصص التقليدية اللي بيسمعوا كل يوم. وبيجي دور سارة في القراءة، وبتقرر وقتها إنها ترتجل وبتقدر تخلي القصة ممتعة ومشوقة أكتر من خلال سردها. وساعتها بتجمع كل الأطفال حواليها وهم متحمسين إنهم يسمعوا نهاية القصة، ولكن بتقاطعهم ميس منشن اللي بتطلب من سارة إنها تقرأ المطلوب منها ومتحاولش إنها تغير في أحداث القصة مرة تانية. وبعدها بتجبرهم ميس منشن إنهم يطلعوا يناموا ده لأن ميعاد النوم. فبيقرر مجموعة من الأطفال إنهم يروحوا أوضة سارة بعد نوم ميس منشن علشان تكمل لهم القصة اللي كانت بتحكيها في الفصل. وساعتها بتفرح سارة جدا إن أخيرا بقى عندها أصدقاء من المدرسة وبيحبوها، ومع الوقت بيبدأوا يقربوا من بعض أكتر، لدرجة إن سارة بتساعدهم في تعليم
اللغة الفرنسية وتحسين مستواهم في المدرسة. وبيجي يوم الزيارة وبتشوف سارة كل الأطفال وهم بيقضوا وقت سعيد مع عائلاتهم، وبيظهر عليها الحزن بسبب افتقادها لباباها جون، وساعتها بتفتكر كلامه فبتجيب العروسة إيميلي وبتفضل تحضن فيها وهي بتفكر طول اليوم في والدها. وبيعدي الوقت وبيجي يوم عيد ميلاد سارة وبنشوفها وهي بتحتفل بيه مع أصحابها في المدرسة. وفي نفس الوقت بنشوف محامي والد سارة اللي بيجي للمدرسة وبيطلب إنه يتكلم مع ميس منشن لوحدهم، وساعتها بيبلغ المحامي ميس منشن بوفاة والد سارة أثناء الحرب وإن مفيش حد هيبقى مسؤول عنها علشان يدفع مصاريف المدرسة. ومش بتستنى ميس منشن انتهاء عيد الميلاد وبترجع للحفلة وبتلغيها فورا. وساعتها بتصدم سارة لما بتبلغها بوفاة باباها وإن الحكومة استولت على كل أملاكه بعد الحرب. وبتهنيها ميس منشن وهي بتسخر منها إنها بقت بنت فقيرة، وده لأنها دايما بتحب تتكلم مع البنات الفقراء. وبتسحب منها كل اللبس والهدايا اللي كان باباها بيجيبها لها دايما، وبتاخد منها سلسلة مامتها في مقابل إنها تسيبها عايشة معاهم في المدرسة كخدامة زي بيكي مش أكتر. وبتنهار سارة من اللي حصل لها ومش بتكون عارفة تتصرف إزاي في حياتها، لكنها بتضطر في النهاية إنها توافق على شغل الخادمة لأن مفيش أي مكان تاني هتقدر إنها تعيش فيه لوحدها. وبيعدي الوقت وبنشوف سارة وهي بتخدم باقي الأطفال في المدرسة، وده في سبيل إنها تفضل موجودة في المكان الوحيد اللي بتحس فيه إنها مش لوحدها. وبتحاول بيكي إنها تساعدها وتخفف عنها زي ما كانت سارة بتخفف عنها زمان. وفي يوم بتنزل سارة للسوق علشان تشتري الأكل اللي هتعمله، وأثناء طريقها بتخبط في شخص غصب عنها واللي بيبان وقتها إنه نفس الشخص الهندي اللي كان بيراقبهم على المركب من فترة. وبتستغرب سارة من لبسه اللي بقى مختلف شبه لبس الملوك، وبتلاحظ وجود قرد معاه واللي بتنبهر جدا بشكله ولبسه، وده لأنه بيكون شبه القصص والروايات اللي كانت دايما بتقراها في الهند. وفي نفس الوقت ده بتسمع سارة صوت جارهم مستر راندلوف وهو بيعيط، وده لأن ابنه اختفى في الحرب وملوش أي أثر. فبتفتكر باباها وهي حزينة جدا إنها مش هتقدر إنها تشوفه مرة تانية. وبتعرف سارة وقتها إن الشخص الهندي ده يبقى ساحر وإنه في نفس الوقت مساعد مستر راندلوف. وساعتها بتروح سارة لمستر راندلوف وبتديله وردة على أمل إنها تواسيه وتخفف عنه فقدانه لابنه. وفي تاني يوم بنشوف مستر راندلوف مع الساحر الهندي في المستشفى وهما بيشوفوا حالة جندي مصاب أثناء الحرب على أمل إنه يكون هو ابنه اللي فقده في الحرب، لكنه بيتفاجئ إنه مش ابنه على الرغم إنهم الاتنين نفس الاسم. فبييأس مستر راندلوف وبيقرر إنه يمشي ويسيبه، ولكن ساعتها بيعرض عليه الساحر الهندي إنه ياخد الجندي معاه للبيت وإنه يهتم بيه لحد ما يخف من إصابته، وإنه ساعتها يقدر من خلاله إنه يعرف اللي حصل لابنه أثناء الحرب. فبيقتنع مستر راندلوف بكلامه وبياخد الجندي فعلا للبيت. وبنتفاجئ وقتها إن الجندي هو نفسه جون والد سارة، وبنفهم إنه ما ماتش لكنه دخل في غيبوبة أثرت على ذاكرته واللي ما بقاش فاكر أي حاجة عن حياته السابقة. وبيعدي الوقت وبيفوق جون من الغيبوبة لكنه مش بيكون فاكر أي حاجة عن حياته أو عيلته. وفي نفس الوقت ده بنشوف صحاب سارة في المدرسة وهم بيعملوا خطة علشان يدخلوا أوضة ميس منشن، وده علشان يرجعوا لسارة السلسلة بتاعت مامتها اللي خدتها منها ميس منشن. وبيقدروا إنهم يشتتوا انتباه المربية لحد ما بيقدروا إنهم يدخلوا الأوضة وبيفضلوا يدوروا على السلسلة، وبيقدروا أخيرا إنهم يوصلوا لها. وساعتها بيروحوا سوا لأوضة سارة واللي بتتفاجئ أول ما بتشوفها وبتفرح جدا باهتمام صحابها بيها وبتشكرهم على وقفتهم جنبها. وساعتها بيطلبوا صحابها من سارة إنها تحكي لهم قصة خيالية من القصص اللي كانت دايما بتحكيها لهم، ولكن أثناء كلامهم بتسمع ميس منشن صوتهم وبتقتحم أوضة سارة. وساعتها بتعاقب سارة وبيكي وبتعرفهم إنهم ممنوعين من الأكل بكرة طول اليوم، وبتحذرهم وبتقول لهم إنهم لازم يخرجوا من عالم الخيال والقصص واللي هتضطر إنها تطردهم من المدرسة. ولكن على الرغم من ده بتفضل سارة متمسكة بخيالها لدرجة إنها بتتخيل مع بيكي إن أوضتهم كلها أكل علشان ما يفكروش في الجوع اللي هيحصل لهم بكرة. وأول ما بيصحوا تاني يوم بيتفاجئوا الاتنين وقتها إن حلمهم متحقق وبيشوفوا أوضتهم وهي مليانة أكل زي ما كانوا بيتمنوا فعلا. وبتبقى سارة مستغربة جدا من اللي حصل لحد ما بتشوف السحر الهندي من بلكونة مستر راندلوف واللي بيظهر إن هو اللي عمل كل ده علشان يساعدهم. وبتدخل فجأة عليهم ميس منشن واللي بتتصدم من كمية الأكل اللي موجودة في أوضتهم، وبتتهم سارة وقتها إنها سرقت الأكل من الجيران وبتبلغ عنها الشرطة. وبعد شوية بتوصل الشرطة للمكان وبنشوف سارة وهي خايفة ومنهارة من العياط لحد ما بتقرر وقتها إنها تهرب، وبتنجح إنها توصل لبيت مستر راندلوف على أمل إنه يقدر يساعدها. وفي نفس الوقت ده بتشوف سارة والدها جون في البيت وبتستغرب جدا إنه لسه ما ماتش، وبتكون مش مصدقة إنه لسه عايش وبتفتكر إنها بتحلم، ولكنها بتعرف إنه فعلا قدامها لما بيبدأ إنه يتكلم ولكنه مش بيفتكرها بسبب إصابته. وفي نفس اللحظة بتوصل الشرطة وميس منشن للبيت واللي بتتفاجئ بجون وهو عايش قدامها، لكن بتقرر ميس منشن إنها تكذب على الشرطة وبتقول لهم إنه مش والدها وإنها بتحاول تعمل كل ده علشان تهرب منهم مش أكتر. فبتقبض الشرطة على سارة بتهمة السرقة، وبتفضل سارة تعيط بسبب ظلم ميس منشن ليها، وبتحاول بأي طريقة إن تخلي باباها يفتكرها لحد ما بتحكي له عن حياتهم اللي كانوا بيعيشوها سوا في الهند. وفجأة بترجع
بترجع الذاكرة لوالدها فعلا واللي بيفتكرها، وبيقدر إنه ينقذها من الشرطة على آخر لحظة. وبترجع الذاكرة كلها لجون واللي بيفتكر موت ابن مستر راندلوف في الحرب، وبيعرفوا إنه حاول يساعد ابنه لكنه فشل واستشهد أثناء الحرب. وبنشوف بعد فترة مس منشن وهي بتشتغل خدامة في المدرسة بعد ما اترفدت منها بسبب استغلالها لسلطتها، وبيقدر جون بعدها إنه يستعيد كل أملاكه من الحكومة، وبيشكر ساعتها مستر راندلوف على مساعدته ليه طول الفترة اللي فاتت، وبيودعه بعد ما بيعرفوا إن هو في مقام ابنه وإنه لو احتاجه ممكن يكلمه في أي وقت. وفي نفس الوقت اللي بتودع فيه سارة كل أصحابها في المدرسة، وبتديلهم عروستها إيميلي علشان يقدروا يفتكروها دايما زي ما هي كانت بتفتكر بيها باباها. وفي النهاية بنشوف سارة وهي بتسافر مع والدها مرة تانية علشان تحقق حلمها وحياتها في الهند وتكون أول كاتبة للقصص والروايات. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق، وكتبت السكريبت شهد سامي.